الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عن القطب المكتوم البرزخ المختوم الخاتم المحمدي المعلوم شيخ الشيوخ معدن العلم والرسوخ بالعباس سيدي أحمد بن محمد التياني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به آمين. أما بعد، مواصلة لدروسنا في كتاب فقه الطريقة التيانية. توقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله: الفصل الثاني: أنواع المقدمين. قال: المقدمون المأذون لهم بإعطاء الأذكار على عدة أقسام هي، يعني المقدمون لإعطاء الطريقة التيانية في الطريقة، قال على عدة أقسام. واحد: المقدم المأذون له في إعطاء الأذكار اللازمة فقط، فيجوز له إعطاء الأوراد اللازمة لكل من طلبها منه بعد الموافقة على شروطها. فلا بد لكل مقدم يعرف أنه لا إعطاء لأحد الطريقة التيانية إلا بعد عرض الشروط وموافقة القبول. الدار يدي الطريق يعرف أنه هو شنو؟ المقدم اللي بيدي الطريق لازم يعرف أنه هو قبل هذه الشروط، مش أنه حتى الشروط لم تتلى له ولم يعرفها وطوال يلقن الطريق. لا، هذا خطأ من المقدم وعدم تأهيل المقدم لابد أن يكون مؤهل في الطريقة التيانية، ويعرف كل شؤون الطريقة التيانية، ويعرف أنه لا تعطى الطريقة التيانية لكل من طلبها إلا بعد عرض شروط الطريقة عليه وموافقته عليها. ولا يجوز له إعطاء الأوراد الاختيارية، ولا يجوز له تقديم أحد لإعطاء الأذكار. ده مقدم مقيد فقط، مأذون له أن يدخل من أراد الدخول في الطريقة التيانية، وليس له إذن بعد ذلك. حتى في الأوراد الاختيارية ما عنده إذن، وما عنده إذن يأذن يقدم أحد. عشان كده لابد أن يكون بخاف الله سبحانه وتعالى. أي مقدم يسأل نوع التقديم بتاعه شنو. إذا كان أحد قدمك في الطريقة التيانية أسأله نوع التقديم شنو، عشان تعرف نفسك بتعمل في شنو. الحاجة اللي ما عندك إذن فيها ما ممكن تأذن إلا إذا كان عندك الإذن فيها. فلا بد تعرف إذنك، المدى حق الإذن حقك قدر شنو. إذن لإعطاء الأوراد اللازمة للطريقة فقط، فخلاص أقيف قبلك. لا تعطي الأوراد الاختيارية ولا تقدم أحد. المقدم الثاني: المقدم المأذون له بإعطاء الأذكار اللازمة والاختيارية لكل من طلبها، ولا يجوز له تقديم أحد لإعطاء الأذكار اللازمة أو الاختيارية. المقدم الثاني مأذون له بإعطاء الأذكار اللازمة فقط، اللازمة والاختيارية. ذاك الأولاني هو اللازمة فقط، هنا اللازمة والاختيارية لكل من طلبها، ولا يجوز له تقديم أحد لإعطاء الأذكار اللازمة أو الاختيارية. قال: قدموه في أن يدي الطريقة التيانية ويدخل من أراد الدخول أو الراغبين في الطريقة التيانية بعد عرض شروطها وإيناس القبول، يأنس أنه يعني قبل هذه الشروط، فيأذن له في الطريقة ويأذن في الأوراد الاختيارية كما أذن له، ولا يجوز له أن يقدم أحد. المقدم الثالث هو المقدم المأذون له إذنا مطلقا في تقديم من أراد لإعطاء الأذكار اللازمة فقط للطالبين لها. ده مقدم تقديم مطلق، له الإذن في أن يقدم من أراد أن يقدمه
في الطريقة التجانية. ده المقدم الثالث. المقدم الرابع: المقدم المأذون له إذنا صحيحا أي مطلقا في تقديم من أراد الإعطاء الأذكار اللازمة الاختيارية، فيجوز له أن يأذن لمن قدمه في تقديم أي شخص أراد. وهذا النوع من التقديم لم يقع إلا لأفراد قلائل من خاصة الخاصة من أصحاب سيدنا رضي الله عنه. المقدم الرابع: مأذون له إذنا مطلقا في تقديم من أراد يقدم الداري، يعني يقدم لإعطاء الأذكار اللازمة والاختيارية، أذن له في الأذكار اللازمة ويأذن له في الأذكار الاختيارية. قال: فيجوز له أن يأذن لمن قدمه في تقديم أي شخص أراد. يعني ده مقدم بصفة مرتفعة أعلى من الثلاثة الفاتوا ديلك. هنا يؤذن له أن يقدم من أراد أن يقدمه، يعني يقدم زول ويأذن للزول أن يقدم ويعطي الأوراد الاختيارية، ويأذن للزول أن يعطي الأوراد الاختيارية ويقدم. الخامس: المأذون له في تقديم عدد مخصوص لإعطاء الأذكار اللازمة لمن طلبها، مثل أن يقول: أذنتك في تقديم 10 أشخاص فقط، فلا يتجوز له الزيادة على 10. ده الخامس. طيب، إذن عندنا 5 مراتب للتقديم. المراتب ال5 دي للتقديم يجوز الإنسان أن يقدم بأي صفة من هذه الصفات ال5 المذكورة في التقديم آنفا. طيب، إذن واحد فيهم هو الأعلى في التقديم، هو المأذون له إذنا مطلقا في الأوراد اللازمة، ومأذون له في الأوراد الاختيارية، وأضيف على ذلك مأذون له في الأوراد الخصوصية داخل الأوراد الاختيارية، ومأذون له أن يقدم مطلقا كل من يراه مؤهل للتقديم أن يقدمه بما شاء، إن كان تقديما مقيدا أو كان تقديما مطلقا. وله الإذن أن يشيخ من أراد أن يشيخه حتى في مرتبته، يعني داير يشيخ زول يقدمه تقديم مطلق في الطريقة التجانية، يقدم تقديم مطلق في الطريقة التجانية لإعطاء الأوراد اللازمة والأوراد الاختيارية والأوراد الخصوصية في الأذكار. لكن يا أخواننا، هذا التقديم هو أمانة وهو تكليف وليس تشريف. أي مقدم أمانة في ذمة ربنا بيسأل يوم القيامة ألا يفعل إلا ما أذن له به، ألا يفعل إلا ما أذن له به. ليه؟ لأنه الحتة دي حتة بتاع التقديم ده هو مشيخة. أي مقدم يطلق له أو يطلق عليه كلمة الشيخ، أي مقدم، حتى لو مقدم التقديم المعتبر تقديم غير مطلق، تقديم مقيد، برضو مجرد ما قدم في الطريقة التجانية يطلق له كلمة الشيخ. طيب، ما معناها أطلق عليك أيها المقدم كلمة الشيخ تعمل في الطريق ما تريد؟ لا، ما في كلام زي ده في الطريقة، ولا مفتوح لك تعمل زي ما داير، على حسب إذنك. كيف يفتح لك تفعل ما تريد وأنت مأذون في ذلك؟ إذن ما دمت مأذون أنت مقيد بمن أذن لك. أذن لك شنو؟ تقيف على الحد ده، ما تزيد وما تنقص، ودي أمانة بينك وبين الله. عشان كده المقدم لابد أن يكون شنو؟ يخاف الله سبحانه وتعالى ويقف عندما شنو؟ حدد له. جاك زول قال لك يا أخي اديني الذكر الفلاني في الطريقة التجانية، الذكر ده أنت معرفة ما تعرفه ولا حصل سمعت به. طيب، من الذي أذن لك أن تأذن له بهذا الذكر؟ أنت معرفة ما تعرفه، الذكر ده تدي إذنه كيف؟
أنت ما كذاب معناه، مدعي. فادعاء المشيخة أو ادعاء الولاية من غير تحصيل الإذن الصحيح لها تودي بصاحبها إلى الوبال، وهي الموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله. عشان كده لابد أن يخاف الله سبحانه وتعالى ولا يفعل إلا ما أذن له به. أسرار الطريق كثيرة، أذكار الطريقة كثيرة الاختيارية. ما معناها أنت كان قدموك في الطريقة تعطي التعرف والما تعرفه بالأذكار تأذن فيه؟ لا، ما في إذن زي ده، وما في زول يديك إذن مطلق زي ده. الإذن محدود، الإذن محدود في الطريق، زي ما حدد لك أقيف عليه، زي ما حدد لك أقيف عليه أنت. ما معناه أنت مقدم في الطريق خلاص لك الإذن في أن تفعل ما تريد، تأذن أي شيء في الطريق تأذن فيه؟ لا، ما في إذن زي ده يا أخواننا، ما في إذن زي ده. والشغلة دي أمانة في النهاية راجعة لشنو؟ لتقواك أنت المقدم. عشان كده لابد المقدم ده يكون تقي. أي إنسان شفته ما عنده تقوى لله، ما بخاف الله، ما تقدمه، ما تقدمه في الطريق. ليه؟ لأجل ألا يفعل ما يريد في الطريق. هذه المصائب التي تحصل لنا من المقدمين في الطريقة بسبب جهلهم. زول جاهل في الطريق، انت عندك مصلحة منه وده تستولى عليه، تقوم تقدمه عشان يبقى تلميذك، يبقى تقديمك له لغرض دنيوي انت دايره، هو ما مؤهل للتقديم. بكره بعد بكره شنو؟ بإذنك له طوالي بكره بعد بكره وكمان يأذن لزول ثاني ويقدم زول ثاني، ولا بيسأل تقديمه ده كيف، منو اللي قدمه وكيف قدمه، ما بيسأل من الحتة دي، بس هو قدمه خلاص يعمل ما يريد. ما كده يا اخواننا، الأمر يريد يعني نريد يعني نتفقه في الطريق ونتفقه في الدين، لابد نعرف أن هذه أمانة وهذا تشريف وليس تكليف، هنا تكليف وليس تشريف، ولا بد من مخافة الله سبحانه وتعالى في ذلك. قال الفصل الثاني: شروط صحة تلقين الطريقة التيجانية. لا يعتبر الشخص تيجانيا إلا بعد الإذن له بدخول الطريقة. طيب، ما في يا اخواننا انتماء للطريقة التيجانية بالحب ساي، ولا في انتماء للطريقة التيجانية من غير إذن بالدخول، ولا يجوز لك ولا تعتبر تيجانيا إلا الذي أذن لك بالدخول في الطريقة التيجانية، مأذون له أن يأذن بالدخول، مأذون له أن يأذن بالدخول. مثل زيد من الناس يحب الشيخ التيجاني محبة شديدة، بمحبته للشيخ التيجاني هل يعتبر هو تيجانيا؟ لا، لا يعتبر تيجانيا، ولو كان ما كان نسبته للشيخ التيجاني لا يكون تيجانيا إلا بعد أخذه الطريق، ومن المقدم المأذون له بأن يأذن. يعني الشغلة ما مفتوحة ساكت كده. سيدنا الشيخ التيجاني رضي الله عنه نفسه أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، وكده أذن له الرسول هو المقدم الكبير في الطريقة التيجانية. من لم يأذن له الشيخ أو لم يأذن له الوسائط، يعني البين وبين الشيخ، لا يكون تيجانيا. الإذن إذن موصول من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشيخ التيجاني، من الشيخ التيجاني لمن أذن له الشيخ التيجاني. طيب، أنت ما أذنوا لك لكن بتحب الشيخ التيجاني، محبتك بس فقط للشيخ التيجاني تجعلك تيجانيا؟ لا، لا تجعلك تيجانيا، حتى لو كنت من ذرية الشيخ التيجاني، يعني حتى لو كنت من ذرية الشيخ التيجاني
إلا بعد أخذك الطريقة التيجانية من المقدم الذي أذن لك. لكن عشان أنت ابن الشيخ التيجاني ما ممكن تبقى تيجاني بسبب انتمائك وأنك من سلالة الشيخ التيجاني، ولا كذلك وإن لم تكن من سلالة الشيخ التيجاني محبا للشيخ التيجاني برضو المحبة ما بتجعلك تيجاني. نعم لها فضل، المحبة لها فضل. أي زول تعلق بالشيخ التيجاني يحب الشيخ التيجاني ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم 14 ضمانة لمن تعلق بالشيخ التيجاني ولم يسلك الطريقة التيجانية، محبا بس للشيخ التيجاني، تعلق بالشيخ التيجاني ومحبا للشيخ التيجاني ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم 14 ضمانة. كذلك ابن الشيخ التيجاني له خاصية وله وزنه وله مكانته، ومن أدرك منهم الحلم يعطى مقاما ساميا كبغيته كما ذكر صاحب منية المريد. نعم له، لكن مع ذلك إن لم يسلك الطريقة التيجانية مع خصوصيات هذه كله لا يكون تيجانيا إلا بعد سلوكه للطريقة التيجانية. فكذلك ابن الشيخ نفسه لا يجوز له إعطاء الطريقة التيجانية إلا بعد التقديم. سلك الطريقة التيجانية وهو من سلالة سيدي أحمد التيجاني رضي الله عنه، سلك الطريقة التيجانية، لا يجوز له إعطاء أي أحد الطريقة التيجانية من غير أن يؤذن له ويقدم في الطريقة التيجانية. طيب، أخذ الطريقة التيجانية، ومن الشروط معروف أنه شروط الأخذ الطريقة التيجانية معروف عدم التصدر لإعطاء الورد من غير إذن صحيح. إياك أن تعطي أحد الطريقة التيجانية من غير إذن صحيح. طيب، لو كنت من ذرية الشيخ رضي الله تعالى عنه، من ذرية سيدي أحمد التيجاني، وسلكت الطريقة التيجانية، أنت سلكت الطريقة التيجانية ومن ذرية الشيخ التيجاني لكنك ليس مقدما في الطريق، لو أذنت لأي زول الطريقة التيجانية من غير تقديم، من غير يؤذن لك، أنت خارج الطريقة التيجانية ولو من ذرية الشيخ. الحكم يسري على الكل، هذه شروط تسري على الكل، ودي شروط الطريقة نفسها، شروط الطريقة نفسها. وكذلك العامي ما من ذرية الشيخ التيجاني أخذ الطريقة التيجانية لكنه ليس مقدما في الطريقة، فأذن لأي أحد الطريقة التيجانية، هو خرج عن الطريقة التيجانية، والمأذون له ليس له طريق. فلا بد نعرف الحتة دي، وكلنا نخاف الله سبحانه وتعالى، ولا نأذن للطريق، لا نأذن لأحد الطريقة يعني إلا بعد حصول الإذن الصحيح لنا بالتقديم، مقدمين بسند متصل إلى الشيخ التيجاني، مقدم بسند متصل إلى الشيخ التيجاني. ثم نوع التقديم نفسه تعرفوا، لا بد من الكلام ده. ليه؟ عشان شنو؟ ما ترتكب ذنب، ما ترتكب جريمة، يعني تعطي أحد الطريقة التيجانية وإنت ما مقدم في الطريقة التيجانية، هو ما عنده طريق وإنت خرجت من الطريق عشان أذنت له الطريقة من غير تقديم، أنت ما مقدم، أذنت له الطريقة التيجانية، أنت ذاتك خرجت من الطريقة التيجانية والأديت الطريق ما عنده طريق، برضو بعد ده عليك حساب يوم القيامة. لا من يأتي يوم القيامة يظن أنك مقدم، عشان كده أنت أديته الطريقة وأصبح الآن ما عنده طريق. المسؤولية دي مسؤوليتك أنت، ربنا بيسألك من الحتة دي، عشان كده ما تدخل نفسك في مسؤولية أمام الله يوم القيامة، ما زي ما تتخيل، لا، في أشياء ثابتة عند الله سبحانه وتعالى ربنا ما بيجامل فيها، ما بيجامل فيها. أنت ارتكبت ذنب في حق مخلوق، لا بد من ارتكابك هذا الذنب في حق المخلوق، لا بد الله يخلص له حقه منك لأنه ظلمته. عشان كده أنت تفقه في الطريق، ما تظلم أحد ولا تأذن بما لم يكن لك فيه يعني إذنا. قال لك لا يعتبر الشخص تيجانيا إلا بعد الإذن له بدخول الطريقة، وذلك بتلقينه لأذكارها اللازمة. ما لقنوك الأذكار اللازمة ما بتبقى تيجاني. ويشترط لصحة التلقين
ما يأتي. واحد، التلقين الصحيح، يعني للطريقة التجانية شروط شنو؟ أن يكون المقدم الذي يلقن الأوراد مأذونا له إذنا صحيحا في إعطاء الأذكار. لا بد اللي بيديك الطريقة لازم يكون هو شنو؟ أذنوا له في إعطاء الأذكار، بمعنى مقدم في الطريقة التجانية بسند متصل إلى الشيخ التجاني رضي الله عنه. ده المعنى الإذن الصحيح. وأن يكون سنده في الإذن بالإعطاء، يكون سنده في الإذن مش سند طريق ساكت أدو طريقة بس، أذنوا له شنو؟ في الطريق، ثم بعد ذلك قدم في الطريق، قدموه بسند متصل إلى الشيخ التجاني متصلا بسيدي أحمد التجاني رضي الله عنه. ويشترط أن يكون جميع الوسائط بين المقدم الذي يلقن الأذكار وبين سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه مأذونين إذنا صحيحا في تلقين الأذكار. كل الوسائط كمان، مش القدمك فقط. القدمك ده إذنه يكون صحيح، وهو برضه قدموه، برضه الفوق له يكون لازم إذنه صحيح، وبرضه قدموه ويقدم. البعد برضه قدموه عشان يقدم، والبعد قدموه عشان يقدم إلى سيدي أحمد التجاني. لما نجي نازلين من فوق، مثلا سيدي أحمد التجاني أذن لشخص من الناس قدموا في الطريقة التجانية، ما أذن له يقدم، قام قدم زول، التقديم ده ما صحيح والسند غير متصل، وأي زول أخذ منه ما عنده طريق. ليه؟ لأنه سيدي أحمد التجاني أذن له في أن يعطي الطريقة التجانية وليس التقديم، ما أذن له عشان يقدم. يبقى صفة التقديم برضه دايرة شنو؟ إذن متصل من سيدي أحمد التجاني، قدم زول وأذن له أن يقدم. الزول تاني قدم زول تاني برضه وأذن له يقدم، وده برضه قدم زول وأذن له يقدم، وده برضه قدم زول وأذن له يقدم، إلى الإنسان الأخير اللي بيقدمك أنت يكون بسند متصل زي ده. السند ده ما متصل، بس قدموه فقط، ما له الحق أنه يقدم. ما فقط بس قدموه له الحق يقدم، لا، قدموه وأذنوا له يقدم. يمكن يكون قدموه فقط لإعطاء الأوراد اللازمة في الطريقة التجانية فقط، حده هنا يجيب قبله ما يزيد. قال اثنين، أن يكون طالب تلقين الأذكار قد قبل شروط الطريقة التجانية بعد عرضها عليه. لازم الدار الطريقة ده كمان لازم يكون، عشان طريقته تكون صحيحة لازم يكون عرضت عليه شروط الطريقة التجانية وقبلها، حتى بعد ذاك المقدم يأذن له. طيب المقدم لو ما مؤهل ما بيعمل كده، يجي زول يقول له دار الطريقة التجانية، يقول له جيب يدك، أذنت لك أذنت لك، ما وروا شروط ولا يعرف شروط، إذنه ده ما في، طريقته دي ما صحيحة. تمام؟ قال وهي الانفراد بهذه الطريقة وعدم تركها بعد أخذها، دي من شروط الطريقة، لازم دي يوروها له. وعدم زيارة الأولياء، ويشترط عليه زيادة على هذه الشروط أن يكون مسلما عاقلا مميزا، فلا يصح تلقين الأذكار للكافر والمجنون والصبي غير المميز الذي لا يعرف معنى العبادة. ويستحسن لطالب التلقين أن يستأذن والديه، برضو الدار الإذن يشيل إذن من والديه الدار الطريق في دخول الطريق إذا كان على قيد الحياة لعظيم حقهما عليه. مستحب. كما يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها قبل الدخول مراعاة لحقه عليها، برضو المرأة لو تسلك الطريقة التجانية وهي متزوجة تستأذن من زوجها على جهة الاستحباب. ومن المستحسن أن نورد هنا صيغة، أي صيغة التلقين التي كان يلقن بها سيد العارف بالله الشيخ محمد الحافظ سالم المصري رضي الله عنه مريد الدخول في الطريقة، والتي يلقن بها أيضا سيدي العارف بالله الشيخ آدم يوسف عبد الرحمن
المريدين رضي الله عنهم المريدين، وذلك لينتفع بها المقدمون في كيفية التلقين. نعم، الشيخ آدم يوسف عبد الرحمن رضي الله عنه المريدين، وذلك لينتفع بها المقدمون في كيفية التلقين، وهي أن يقرأ المقدم هذه الصيغة جهرا، ويقرأها بعده مريده، أي الدخول في الطريقة، وهي الفاتحة مع البسملة، ثم صلاة الفاتح، ثم يقول الملقن بعد ذلك: تعاهدنا في الله وتحاببنا في الله وتواخينا في الله على كتاب الله وسنة رسول الله وطريقة شيخنا سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه، على عهد الله ومحبته نحيا، وعلى عهد الله ومحبته نموت إن شاء الله تعالى، لا مغيرين ولا مبدلين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يقول للمريد: أذنتك في الأوراد اللازمة بشروطها. ثم يقول المريد: قبلت. ثم يقرأ صلاة الفاتح هو والمريد. انتهى. هذه صيغة من صيغ التلقين، ولكن يعني الصيغة كان بيلقن بها الشيخ سيدي محمد الحافظ سالم المصري، وكان يلقن بها الشيخ آدم يوسف الزاوية الشرقية بود مدني، ولكن هذه ليست ملزمة. أي صيغة أنت تعرفها كمقدم تأذن بها ما في مانع. أي صيغة أنت يعني تراها بصيغة يعني جابها ليه؟ لأنه ديل شيوخه مؤلف الكتاب ديل، يعني مؤلف الكتاب ده الاثنين ديل شيوخه، فعشان كده يعني جاب صيغة شيوخه، الصيغة اللي هم قاعدين يلقنوا بها. لكن أنت كمقدم ممكن تلقن بأي صيغة تراها يعني أنت مناسبة. صيغة تدل على شنو؟ تدل على الإعطاء والقبول، بس تدل على أنك أذنت له وهو قبل ذلك. تمام؟ إعطاء قبول. صاحب الإذن المقدم يأذن: أذنت لك في أوراد الطريقة التجانية، ورد الصباح، ورد المساء، الوظيفة، ذكر الجمعة، على سندي مثلا، على سندي فلان، على سندي عن الشيخ فلان الفلاني، وهو عن الشيخ فلان الفلاني، عن الشيخ فلان الفلاني، عن الشيخ فلان الفلاني، عن سيدي أحمد التجاني. أي صيغة أنت صيغة يعني تراها أو مختصرة أو مطولة أو موسطة، بس تدل على الإعطاء، لكن بشرط أولا شيء تعرض عليه الشروط، تعرض على المريد، مريد الدخول في الطريقة التجانية، تعرض عليه شروط الطريقة التجانية. طيب لو أنت نفسك المقدم وريته الشروط دي مرحب، أو كمان في ناس ثانيين تولوا الأمر ده وروه الشروط قبلك، لكن لابد لما يجي قدامك داري ياخذ الطريق تسأله وتأكد. أنت كمقدم لابد تسأله: وروك الشروط بتاعت الطريقة التجانية؟ نعم وروني. قبلتها؟ نعم قبلتها. خلاص، البيعة لا تتم إلا بشنو؟ بقبول شروط الطريقة التجانية. قال أنا ما قبلان بالطريقة، ما تدي. ما قبلان بالشروط دي، ما تدي. أو عندي شرط من الشروط دي أنا ما بقدر عليه، خلاص خليك محب، ما بنديك الطريقة. لازم تضمن. طيب أنت كيف تأذن له الطريق من دون شروط؟ بعد تأذن له، بعد ذاك يقول لك يا أخي أمشي وروه الشروط. ما في كلام زي ده يا أخوانا، ده جهل بس. والله اللي بيعمل الكلام ده جاهل في طريقة التجانية. ما في يقول لك المقدم ده يعني يأذن لك هنا عشان نحن نكسب الزمن، المقدم يأذن له وبعد ذاك نحن نوريه الشروط. ما في كلام زي ده. هكذا قال ما قبلان بالشروط دي، كيف ترجع لي الطريقة؟ كيف الطريقة دي؟ ما سلعة، ما بضاعة، كرتونة بتاعت صلصة ولا كرتونة بتاعت هنا عشان تكون انت سلمت عليه وبعد شوية قال ما داير تشيلها منه شنو؟ ترجعها. ما كده، ما كده. عشان كده قبل كل شيء لابد تعرف انه قبل الشروط ولا ما قبلها. قبل شروط الطريقة التجانية تأذن له. في ناس وروه الشروط مرحب عنك، ريحوك انت كمقدم،
لا ما في ناس وروه، لابد انت المقدم توريه الشروط وتضمن انه رضي بهذه الشروط وقبلها. عديل تساله، ما تقول انا والله ظنيت هو يكون قبلان بها، او هو يقول لك يا اخي انا قبلان بالشروط بس اديني الطريق. طيب قبلان بالشروط قبل ما تعرفها؟ ما في كلام ده برضه يا اخوان. الحته دي حساسه حساسه، انت ما بتعرف خطورتها. خطورتها شنو؟ خطورتها ما في طريق. انت كمقدم جاهل الحته دي واذنت له بالكلام ده، ما عنده طريقه، مسؤوليته في رقبتك يوم القيامه. كمقدم ما تعمل كلام زي ده، لابد تأذن له بعد عرض الشروط. انت كمقدم كان ما حافظ الشروط، لازم تحيله الى ناس بيعرفوا الشروط، يوروه الشروط، يوروه الشروط. بعد ذاك يجيك يا زول سمعت الشروط هاي قبلان بالشروط بعد الطريقه تجاني قبلان، خلاص على ضوئها، على ضوء قبوله لهذه الشروط انت بتدي الطريق. لكن اديته الطريق من قبل ذلك ما عنده طريق، ما عنده طريق. وعشان كده لابد من الكلام ده. قال الفصل الرابع: آداب الإخوان فيما بينهم. هذا والله ورسوله أعلم. نسأل الله أنه يوفقنا جميعا. والشغلة فقط هي يعني تراعى فيها مخافة الله سبحانه وتعالى، ما تشريف ومشيخة وأنا في الطريق أعمل زي ما داير على كيفي، أنا في الطريق أعمل زي ما داير. لا، لا يسمح لك على كيفك في الطريق تعمل زي ما داير. أي إن كنت ما كنت، إن كنت ما كنت، ما يسمح لك نهائي تعمل زي ما داير أنت في الطريق، ما يسمح لك. الطريق موضوع وشروطه موضوعة، ووضعوه من سيدي أحمد تياني. النبي صلى الله عليه وسلم اداه الطريق، ما فك له ساكت كده، ادى له مقيد. وانت برضه لازم تتقيد بهذه الشروط الموجودة في كتب الطريقة التجانية لتكون تجانيا صحيحا، وتكون يعني ملقن وملقن. ملقن الطريق بصفة صحيحة بعد معرفة هذه الشروط والعمل عليها. وملقن إن كنت كمان مقدم في الطريقة التجانية لابد برضه تعرف الشروط دي عشان تلقن التلقين الصحيح للزول، عشان الإنسان اديته الطريق ده يكون شنو؟ يكون هو داخل الطريق. ونسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا، وجزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم.